اتغيرت. انا حقيقي اتغيرت. انا اتغيرت وبقيت بقدر احط حدود. يعني ايه حدود؟ حدود يعني المسافة الآمنة اللي بيني وبين بقية الناس، الاشخاص التانيين. المسافة الآمنة اللي محدش بيدوس فينا على التاني فيها في اي علاقة. المسافة اللي بتخلينا نبقى مطمنين، ادي قد ايه واخد قد ايه، انا من حقي ايه وهو من حقه ايه او هي من حقها ايه. الحدود مهمة جدا في كل العلاقات، حتى العلاقات المبنية على الحب. مش معنى اني بحب حد unconditional او حب غير مشروط ان انا ميبقاش فيه حدود. لازم ابقى عارفة اتوقع ايه وهو يتوقع ايه. لازم ابقى عارفة ايه اللي بيتقبل وايه اللي مش بيتقبل. الحدود عكس ما احنا متخيلين، بنبقى فاكرين ان الحدود بتبعد بينا، بنبقى متخيلين ان الحدود اني بصد حد، اني بمنعه. الحقيقة ان حتى لو انا ما باجي احافظ على مبادئي واحافظ على قيمي واحافظ على حدودي وان انا ما اتدس فيها، الحقيقة اللي بتحصل ان حتى لو الشخص التاني مش مقتنع او ما عجبوش رد فعلي او ما عجبوش الاسلوب ده او مش عاجبه ان يكون في حدود، على الاقل هو هيحترمني ان انا محافظة على حدودي، هيحترمني ان انا محافظة على القيم بتاعتي، ان انا I stand up for myself. هيحترم فيا ان انا عندي مبادئ بحددها وبفضل مصممة عليها في العلاقة. وبالتالي هو كمان هيبتدي يعمل كده لما يبتدي يحس ان هو كمان مستريح لي. الحدود بتدينا امان. الحدود بتخلينا نبقى فاهمين اولي ايه واخري ايه، ايه المسموح لي وايه اللي مش مسموح لي، ادي قد ايه واخد قد ايه. تثبيت الحدود ده شكل من اشكال الرحمة، مش شكل من اشكال الصد او العنف او يعني aggression في العلاقة. بالعكس، ده نوع من انواع الرحمة، لاني برحم نفسي اولا، بحافظ عليها، وبالتالي بسمح للناس التانية ان هم كمان يحافظوا على نفسهم، ان انا بحترم المساحة بتاعتهم. الاحترام المساحة ده بيكون في اشكال كتير قوي، ممكن يبقى مادي، ممكن يبقى معنوي، ممكن يبقى نفسي. بحترم حدود فلوسهم، بحترم حدود وقتهم، بحترم حدود معتقداتهم، دياناتهم، أفكارهم، تعبيرهم عن نفسهم، احتياجاتهم النفسية والمعنوية. كل حاجة لها علاقة بالإنسان التاني اللي أنا بتعامل معاه. إزاي بنطبق الحدود دي؟ عشان أقول إن أنا فعلا اتغيرت، يبقى أنا لازم فعلا أبقى عارفة إزاي إن أنا أعمل ده in a practical way. يعني حقيقي بتنفذي ده، هنفذه إزاي؟ هنفذه بإن أنا أستأذن، هنفذه بإن أنا أكون صادقة، يعني لما أتكلم مع حد أو أتعامل معاه هبقى عندي صدق في الكلام، اللي جوه زي اللي بره، مفيش اللي جوه مش مختلف عن اللي بره تماما. الامتنان، إن أنا أبقى ممتنة للحاجة اللي عندي، أبقى مبسوطة بيها وأبقى عارفة إن هي حقيقي حاجة كويسة، سواء كانت شخص، سواء كانت أشياء، سواء كانت علاقة، سواء كانت موهبة، أي حاجة ربنا مديها لي ليا فيها، ليا معاها علاقة، هي دي أمتن لها، أمتن لوجودها. أعملها إزاي؟ كمان بإني بدي مساحة إني أسمع، إني أقدر إن أنا أسمع الشخص الآخر، أسمع الطرف التاني اللي بيتكلم، إن أنا أبقى مدياله حق إن هو يتكلم ويعبر عن نفسه ويقول هو مين وهو محتاج إيه وإيه احتياجاته. حقيقي بسمع، مش مجرد إني موجودة just like okay go ahead and speak، يلا خلصت كلامك انتهينا. لا، حقيقي قلبا وقالبا برحمة وتعاطف إن أنا أسمع. بسمع مش عشان أرد ولا عشان أجاوب، بسمع عشان يوصل له إن هو مسموع، بسمع عشان يوصل له إن هو موجود، بسمع عشان يوصل له إن كلامه مهم، وبالتالي هو كمان هيديني نفس الحاجة. فإتس give and take، رايح جاي، مش ناحية واحدة. دي حدوده ودي حدود بتاعتي أنا كمان. اتغيرت وفرضت احترامي لحدودي واحترامي لحدود الأشخاص التانيين. بطلت أجلد نفسي، بطلت إني لما أعمل غلط أو أي حاجة هفوة أو حاجة زلة أنا كنت خلاص عهدت نفسي إني مش هعملها تاني، أسلوب تعامل أيا كانت هي إيه، بطلت أجلد نفسي فيها. بدأت أتمسك بمبادئي وقيمي باستمرار consistently، مش مرة أو مرة لا، مش على سطر وأسيب سطر.
حسنت طريقة التواصل والتعامل وطريقة الكلام، خليتها أكتر بالتعاطف، خليتها أكتر more into applying empathy into the relationships مع الناس كلها. اتغيرت، اتعلمت ان انا ازاي اقدر احافظ على هدوء اعصابي، ازاي اقدر ان انا ما يبقاش عندي رد فعل سريع من غير ما افكر، ازاي ان انا ما بقاش just like crossing my boundaries واتخطى حدودي من غير ما ابقى بفكر بهدوء واعمل حساب لرد الفعل ده هيكون ايه الكونسيكونسز بتاعته كمان، لان كل فعل له رد فعل. فاتغيرت وقررت ان محدش هيأثر عليا ومحدش هيتحكم في مشاعري، بمعنى ان انا اللي هبقى in control of my life, in control of my emotions، مش ان اي فعل هيخليني ان انا اتعصب وان انا I will lose control into that. اتغيرت وتعلمت اني اعمل كل ده عن طريق حبي لنفسي، احترامي لذاتي، اللي بالتالي بينعكس على بقية الناس، بينعكس عليهم اني لو انا احترمت نفسي هحترم الناس، لو انا سمحت لنفسي بمساحة وبحدود بتاعتي انا كمان هسمح لهم يكون عندهم المساحة والحدود بتاعتهم. عملت ده ازاي؟ عملته عن طريق practicing meditations كل يوم to cool and calm my mind، مخي يهدى والدنيا تبقى ألطف، cooler. اوكي، breathing techniques، تنفس كمان، تمارين التنفس مهمة جدا لانها بتسيطر على المشاعر، ما بتسمح لناش ان احنا نطلع غضبنا او طاقتنا السلبية بتطلع بطريقة مباشرة، بالعكس نتعلم ان احنا to regulate it more. سمحت لنفسي ان انا اتعاطف مع الناس لاني كنت في مكانهم في وقت ما. اتعلمت واتغيرت وعرفت ان كل حد بيبقى فيه عنده his own personal issues، فبالتالي بنسمح لبعض ان احنا يبقى فيه مساحة ومسافة بينا اللي هي تخليني ما اتخبطش قوي. المساحة مهمة قوي، لو احنا قربنا قوي زيادة هنخبط في بعض قوي والوجع بيبقى جامد قوي زي ما الحلو بيبقى جامد قوي. فدايما المساحة بتبقى مهمة قوي من ناحيتين. ف keeping the distance and keeping the boundaries معناها keeping the relationship، بمعنى اني لما بحافظ على المساحة اللي بيني وبين الطرف الاخر كأني بالظبط بحافظ جدا على العلاقة دي، مش اني ببعد، مش اني بعمل مسافة فانا ببعد، بالعكس انا بعمل مسافة فبقرب اكتر، بقرب اكتر باني بحافظ عليها، بقرب اكتر، باخد خطوة ورا فاقدر اشوف اكتر، اشوف in a bigger scale، بزاوية اوسع، بطريقة اكبر. وتعلمت كمان ان رد فعلي لاي موقف بيحصل يكون لحظي، يعني زعلت منك دلوقتي، اوكي هدي رد الفعل، هعلق، هقول انا اتضايقت من كذا كذا، حصل كذا، وانتهى الموقف، خلصنا، مش هنفتحه تاني، مش هنتكلم فيه تاني، انا عبرت عن نفسي، فهمتك، انتي احترمتي حدودي واحترمتي رغبتي واحترمتي ماي نيدز، ان انا عبرت عن نفسي بوضوح بتواصل بطريقه مناسبه، وانا كمان احترمت ان انتي احترمتي ده، واحترمت كمان ان انا عبرت باني انا احترمت وفهمت وافترضت ان ده مش مقصود، واحترمت العلاقه باني اعبر، لان انا لو ما كنتش عبرت I'm putting residues، مخليه بقى تراكمات تبقى موجوده. فانا احترمت العلاقه واحترمت الطرف التاني بان انا عبرت وفي لحظتها وانتهت. اتغيرت ودايما بقيت متواصله مع روحي العليا، دايما بقيت present in the moment، حاضره في اللحظه دي. انا اتغيرت.